مين افضل، الشحات ولا احمد سيد زيزو؟ بشوف ان الشحات ممكن يلعب وينج ناحيه اليمين ووينج ناحيه الشمال. نفس الكلام لاحمد سيد زيزو، الاتنين شبه بعض في طريقه اللعب. ممكن الشحات يلعب ثالث في نص الملعب ونفس الكلام زيزو. لكن ايه الفرق بينهم؟ بشوف ان الشحات امهر من زيزو. الشحات عنده حلول كتير، الشحات عنده الفنيات اعلى من زيزو. لكن زيزو احسن من الشحات كبدني، كسرعه، احسن منه في الجانب الدفاعي. بشوف ان زيزو اشمل تكتيكيا شويه من الشحات. لكن الشحات راجل ممكن حريف، ممكن يعمل لك حاجه مش متوقعه، راجل بيوصل للجون. نفس الكلام عن زيزو، لكن زيزو ممكن يوصل على الجون عن طريق رفعات. الشحات عنده الكرات الطوليه من ورا في نص الملعب، عنده البينيات اعلى. فانا بشوف ان زيزو بيتفوق على الشحات في الجانب التكتيكي، لعيب اشمل تكتيكيا من حسين الشحات. لكن حسين الشحات احرف، حسين الشحات مراوغ اعلى من زيزو. حسين الشحات راجل خفيف الحركه، ممكن يلعب تحت المهاجم. لكن زيزو قوي بدنيا. زيزو بشوف ان هو يعني مع الزمالك لولا عدم الاستقرار هيبقى لعيب هايل جدا. بنشوف ان هو كل موسم هو احسن لاعب في الزمالك. فبشوف الاتنين متقاربين جدا، بيختلفوا في بعض الاشياء. ان الشحات امهر، زيزو اسرع. الشحات ممكن يوصل للجول اكتر من زيزو، بيخلق فرص اكتر من زيزو. لكن زيزو اقوى بدنيا، راجل عنده تصويبات، راجل اشمل تكتيكيا. فبشوف الاتنين لعيبه كبار جدا، يعني بشوف الاتنين كويسين. واي مدرب يحلم بالاتنين مع بعض في الفرقه، لان الاتنين ممكن يلعبوا مع بعض لو في فرقه واحده. فبشوف ان الاتنين لعيبه كبار جدا. اكتبوا تحت في الكومنتات مين افضل، الشحات او زيزو. ولو عايزين مقارنه بين اتنين لعيبه اكتبوا له تحت في الكومنتات.